عمركم قليتوا السمك بالزبدة؟ زبدة ايه يا سوبر ماما، احنا لاقيين الزيت لما ناكله بالزبدة. تعالى اقول لكم بس هتاكلوه ازاي. ايه رايكم في السمك الموسى؟ جوزي دخل عليا بسمك موسى مبطرخ بقى، وبسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم السمك ده من انواع السمك الغاليه اللي طعمها حلو كده وبتديكوا في حته تانية خالص عن انواع السمك. قبل كده الرز ملح منك، تعالى اقول لك هتعملي ايه فيه وتطلعيه مفلفل بالشكل ده ويطلع منك احلى سمك بالزبده هتاكليه في حياتك. زبده دي بس يا سوبر ماما، واحنا لاقيين الزيت لما ناكله بالزبده. هقول لك تاكليه ازاي بالزبده وهيطلع معاكي فظيع وخطير واحلى من الفراخ واللحمه كمان. اليومين دول لما يخش لك جوزك بسمك موسى يبقى عندك عيد، ولازم تزغرتي يعني وتعمليه بطريقه تخلي البيت كله حاسس ان هو في عيد. زي ما انتم شايفين كده جوزي جابهولي هتشيلي القشره بس بتاعته اللي فوق، ولو في حاجه كده هتنضفيه تنظيفه كويس وما تفتحيش القلب بتاعه. لو في حاجه باينه من الجنب كده هتنضف، وهتنزلي بالخلطه الجامده دي بقى، شطه وكزبره وبقدونس ومعلقه توم كبيره او معلقتين توم. تكوني دقه معاكي عودين كزبره على شب، وتنزلي بكل ده ومعلقتين خل ونص ليمونه، ونقلب ونزود الملح، نقلب كل ده مع بعض. اوعي تنسي الكمون والشطه كمان الهريسه او الشطه الحمرا، وتقلبي بقى يا ست الكل كده. وتصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله. نقلب كل ده ونتبل سمكنا ونركنه على جنب. اهم حاجه ان انت تحطيه بقى في المصفى تاني يصفي كل الميه بتاعته، لانه هيطلع معاكي ميه ما ياخدش وقت معاكي في التسويه، وعلشان يبقى ناشف معاكي زيت او زبده تاني يا سوبر ماما. ده بقى وعلى حسب انت بتقليها بايه بالظبط، امكانياتك مفيش حاجه تقف معانا ابدا. خمسه علينا الله اكبر. احلى متابعين سوبر ماما، اتمنى تشجعوني بالمتابعه والشير واللايك والفيسبوك واليوتيوب يا اجدع ناس ربنا يسعدكم. زي ما انتم شايفين بوريكم بسم الله ما شاء الله بطروخ قد كبير قوي، وبسم الله ما شاء الله تحفه طعم. بقى انا جبت بصلتين حلوين كده اهو حمرتهم ونزلت بالزيت بتاعي، واول ما بدا خلاص قرب بقى يغير لونه ويغمق معايا نزلت بمعلقه توم كبيره هتودي الرز معاكي في حته تانية خالص. وهننزل بالميه بتاعتي على حسب كميه الرز المصري بتاعنا العادي او البلدي العادي. كوبايه رز قصادها منها كوبايه ميه، وهتسيبيهم يغلوا كويس عشان اللون يغمق معاك بتاع الشوربه انتوا شايفين كده. ولو عايزه تحطي كمان نص معلقه توم نيه حطي. هننزل بالرز بتاعنا وهنقلبه. بس كانت بقى المشكله ان الرز بقى الميه بتاعته ملحت مني. اسكت ابدا، ما انا سوبر ماما. خمسه عليا، ربنا يشفيني ويشفيكوا ويشفي الناس كلها يا رب. من كل جبت بطاطستين كده حلوين قشرتهم مكعب ورحت رمياهم في قلب الرز ده. حلو ده، عايزه اقول لكم هيودي لكم الرز في حته تانية خالص، وهيطلع البطاطسيه سخنه كده جميله جدا، هتاخد طعم المرقه كلها بتاعت الرز. تشرب ميته وهوطي عليه كده. بصي بقى عشان الرز يطلع معاكي حلو ومفلفل ما تغطيهوش وما توطيش عليه غير لما الميه تتشرب معاكي. مكعبين زبده حلوين كده هسيب. كانت زبده كتير قوي يعني يجي 4 مكعب، انا شلت بقى منها مكعبين كده علشان هقلي على قد السمك بس، عشان الزبده بتتحرق منك بسرعه. يعني اقلي السمك وغيري الزبده، او يعني امسحي بمنديل كده ووطي عليه علشان الزبده ما وحطيت كمان معلقتين زيت علشان الزبده تقيله برضو. بس عايزه اقول لكم بجد السمك راح في حته تانية خالص. وما تكتروش زبده، يا دوبك على قد السمك بالظبط. ايوه يا سوبر ماما، خدتينا في دوكا. جبت الزبده ازاي؟ لما جوزك يجيب سمك غالي مش هيستخسر يجيب زبده. ويا ستي لو هو اللي ما بيجيبش وبخيل قوي هاتي ربع زبده واقلي بيه السمك ودوقي احلى سمك في حياتك، هتاكليه ودلعي جوزك. ساعتها هيفك كيسه عليكي ويحبك بدل ما هيتخانق معاكي. قليت بقى السمك بتاعي كله قليته، وكمان حمرت قرنين فلفل وعملت السلطه. كان بجد شكل الرز زي ما انتم شايفين كده يفتح النفس. انا بحب الرز الغامق ده انا تقدري تعمليه بالطريقه دي. كل ما هتغمقي البصله الرز هيطلع معاكي حلو. ما انتوا شايفين كده السمكه طالعه معاكي اكنك بتاكلي فراخ او حاجه حلوه كده غريبه وجديده. هو السمك غالي بس ما يغلاش عليا انا وولادي كل متابعيني. اتمنى تفرحوني